امريكا بسببه. الازمه اللي موجوده دلوقتي في الصومال يا اخوانا سببها ايه؟ قال لك ايوه تعالوا بقى ما نقول لكم القصه ان من 4 سنين المطر ما نزلش يعني ايه كويس على الصومال، فبدا الزراعه تقل، فالبهائم ماتت، فطبعا هم اكلهم كله زراعه وراي، فبدا الاطفال تموت طبعا، يليهم الحوامل يليهم المرضعات، الترتيب الطبيعي للمجاعات واللي بيحصل فيها. كل ده يا اخوانا مش السيناريو الحقيقي. اللي يقول لكم ان ده السيناريو ده بيضحك عليكم. هذا ليس القول الصادق، هذا كذب، هذا كذب ممن يقول. الصومال يا اخوانا احنا بس مشكلتنا ان احنا بنصحى متاخر قوي، زي جنوب السودان لما صحينا على انها تنفصل قبل الانفصال ب3 شهور، وهم بقالهم 100 سنه قاعدين ماشيين في خطوات لانفصال جنوب السودان. جنوب الصومال يا اخوانا بقالها 20 سنه بيخطط ليها حروب طاحنه عشان البلد دي تفتقر، عشان البلد دي بالذات. انا كنت لسه بقرا في مقال مترجم امريكي بيتكلموا الامريكان بقى، بس طبعا مقال مترجم يعني اللي مترجمه واحد اصلا يعني واحد يعني زي واحد صديقي يعني او اخويا يعني، فهو ما مش مقال اصلا منشور. بيقولوا الصومال ليست خطر على نفسها ولا على امريكا بل على العالم كله. هو ايه ده الصومال دي فيها ايه؟ الصومال اللي راعب امريكا دي سبحان الله، ايه اللي راعب امريكا للدرجه دي؟ امريكا دخلت الصومال في حرب مباشره بنفسها وخرجت بعد ما سحل بجنودها الارض. بعد كده انفقت على دخول 300,000 جندي اثيوبي الصومال من عده سنوات، ولكن اخبار عمي عليها. وامريكا هي اللي بتدير الحرب الاهليه اللي موجوده في جنوب الصومال. ليه يعني؟ هي ايه المشكله؟ المشكله في الصومال انه شعب 100% مسلم، مفيش فيه غير مسلمين، 100% سني، مفيش فيه غير سنيين. المشكله في الصومال انها البلد الوحيده في افريقيا اللي طبقت الشريعه الاسلاميه في المحاكم الاسلاميه. المشكله في الصومال ان هي شعب كله متدين وشعب كله قريب من دينه، يعني مش هقول طبعا ان هم صحابه، ولكن شعب محب للاسلام متمسك بالاسلام. امريكا يا اخوانا الصومال دي اصلا اكبر من مصر، اكبر من مصر بالمساحه. قطعوا حته منها وادوها لكينيا، وقطعوا حته ثانيه وادوها لاثيوبيا، وقطعوا حته ثالثه وسموها جيبوتي، وفضل الصومال اللي باقيه 600,000 كيلومتر، يعني حوالي 3/4 مساحه مصر. الصومال دي مش صغيره. الصومال اصلها قبل التقطيع اللي قطعوه لها كانت اكبر من مصر. مؤامره تحرش امريكي بهذه البلد. اشمعنى بهذه البلد؟ امريكا بلاد القرن الافريقي ده عايزه تسيطر عليه. جابت اثيوبيا وجابت حكومه نصرانيه متعصبه بس سكتها لها، واريتريا جابت حكومه نصرانيه متعصبه ومسكتها لها، وكينيا جابت حكومه نصرانيه متعصبه ومسكتها لها، وجيبوتي الدوله الرابعه حطت فيها القاعده العسكريه الوحيده لامريكا في افريقيا كلها. ما عادش غير الدوله الخامسه في القرن الافريقي اللي هي الصومال هي اللي ما ركعتش، هي اللي ما اتكسرتش. يعني البلد الوحيد في القرن الافريقي اللي امريكا عايزه تكسره وتسيطر عليه لسه ما اتكسرش. طب نعمل ايه مع الصومال؟ حرب مباشره وفشلنا، حرب اهليه وحكومه عميله وبرضه فشلت الفكره، تدخيل 300,000 جندي اثيوبي عليها وبرضه فشلت الفكره. يبقى الحل ان الناس دي تموت من الجوع بقى. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، جوعوهم. سياسه التجويع اللي يظن ان قضيه الصومال قضيه مطر، طب ما الدول اللي جنبها ما فيهاش مطر وما عندهاش نفس الازمه. طب ما الصومال نفسها ياما جه عليها سنين من غير مطر وما حصلهاش نفس الازمه. يا اخوانا دي قضيه بلد متباعه، الكل خاينها، الكل بيخون فيها، سواء حكام العرب او حكام الدول النصرانيه المتعصبه ذات الاغلبيه المسلمه في الشعوب والحكومات النصرانيه المتعصبه اللي جنبها. الصومال دي بلد متباعه، بلد يراد انها تتكسر، بلد يراد ان هي تموت. يعني عايزين نعرف ايه القصة، ايه القصة؟ الوضع الان في الصومال شكله ايه؟ يعني نريد ان نقول يا امريكا لك يوم عند الله، يا بلد يا صانعة المجاعات، ويا صانعة الحروب في العالم كله، ويا صانعة المآسي والبؤس والفقر في العالم. امريكا اللي بترمي ملايين ومئات الالوف من اطنان الاغذية في المحيط عشان سعر الاكل ما ينزلش وما ينخفضش، وهي ممكن تاكل نص افريقيا من الاكل اللي بترميه في المحيط الزائد عن حاجتها عشان اسعار الاكل ما تتهزش. يا امريكا لك يوم عند الله سيريك الله اياه
ويذيق كله اياه بايدينا.